إذا في خبر مفرح لبزاف ديال المغاربة، عطلة جديدة تقررت بشكل استثنائي بمناسبة عيد الفطر، والموظفين غيكون عندهم نهار إضافي للراحة. في بلاغ رسمي صدر يوم الأمس، أعلنت رئاسة الحكومة أنه تقرر تعطيل إدارة الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك. وحسب نفس البلاغ، هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 25916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، واللي كينظم العطل داخل الإدارات العمومية، واللي تم تغييره وتتميمه فيما بعد. بمعنى آخر، هذا بمعنى أن الدولة والجماعة الترابية غيستافدوا من نهار عطلة إضافي مباشرة من بعد عيد الفطر، الشيء اللي غادي يخلي العطلة أطول شوية ويعطي فرصة للناس يقضيو وقت أكثر مع العائلة والأحباب. هذا القرار كيجي كذلك باش يسهل على المواطنين التنقل والسفر، خصوصا في هذه المناسبة الدينية المهمة اللي كيجتمعوا فيها المغاربة مع العائلة وكيعيشوا أجواء الفرح والتضامن. وبطبيعة الحال بزاف ديال الموظفين استقبلوا هذا الخبر بارتياح كبير، حيت كيشوفوا فيه فرصة للراحة والاحتفال بعيد الفطر في ظروف مريحة أكثر. إذا السؤال اللي كيطرح دابا، واش فعلا هاد العطلة غادي يستافد منها الجميع، ولا غتبقى خاصة غير بإدارة الدولة والجماعة الترابية الإخوان؟ ما تخليوش ليا واحد اللايك، واحد الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. إذا فضلا وليس أمرا، وشكرا على المتابعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.